ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا قلت اجي النهارده بقى مش بايدي فاضيه. معايا طبق محشي الكرنب الحلو ده. هنشوف بقى تكاته وحركاته ازاي نعمله بطريقه سهله وبسيطه تعجبكم. ايه رايكم بقى؟ نبدا الوصفه. وعايزه افكركم يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. ويلا بينا على محشي الكرنب ونقول شير شير شير. يلا بينا، يلا بينا. ونبتدي بقى الوصفة بتاعتنا الجميلة كده، محشي الكرنب القمر ده. تمام. انا دلوقتي كنت بقطع الكرنباية، بس في الاول اللقطة بس الكاميرا فصلت مني وانا بصور، فكنت يعني بجدد التصوير وكده. هفك بس الورق بتاع الكرنب. في ناس بتحط الكرنباية سليمة، هوريكم برضو طريقة التخزين بتاعها، فهعمل لكم كذا فيديو. عادي ممكن تفكيها كده، ممكن تحطيها سليمة. لو ما عندكيش حلة كبيرة تجيبي المقاس بتاعها. لو كمان مش تقدري تسحبي ورقة ورقة عشان ما يتهريش منك، فده على حسب برضو ايه انتي معرفتك بتعملي افضل الطريقة ليكي انتي اللي يريحك. الوصفات كتير والطرق كتير، بس اهم حاجة اللي انتي تكوني مرتاحة فيه. خلاص انا اهي فكيتها كلها. طبعا دي الوزة بقى اللي جوه الصغنونة دي خليها زي ما هي. بجيب شوية مية، حلة كبيرة خلاص، وجنبية بقى المصفى انا حاطة فيها تحتيها حاجة كده يعني زي حلة صغيرة عشان لو في اي مية. شوية كمون، مية تبقى سخنة والنار عالية. المية بقى يعني تكون بتغلي خلاص، وخلاص بقى يعني سخنت جدا جدا. عارفين ما بتبتدي المية تعمل بقليل صغيرة قوي كده، نبتدي بقى ننزل بيها ايه؟ بورق الكرنب. خلاص. والكمون طبعا يا جماعة عشان القولون بقى والغازات والكلام ده كله، ده افضل حاجة يعني ايه. بس هنبتدي بقى ننزل بالورق. خلاص. هو الاول بيبقى ناشف طبعا، بالراحة عليه كده. انتي واحدة واحدة هتلاقي الحلة تاخد معاكي. انتي لما تحطي الواحدة هتلاقي اصلا مش مستحملة الحلة تاخد تاني، لا هتاخد بس ايه، لما الورق يطرى شوية بينزل بيهبط. العملية دي بقى هنعملها كلها في الورق اللي عندنا. اول لما الورق مفيش ثانيتين يطرى هنطلعه، بحيث انه خلاص طري الورق بقى، نقدر نتنيه والكلام ده كله عشان نعرف نلف ايه الكرنب. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا جدا جدا، مش تاخد معاكي ايه وقت طبعا. والشتا بيحب الكرنب بقى، ورمضان جاي والحاجات الحلوة بتاعتنا دي. وبرضه هنزل لكم فيديو تاني ان شاء الله تخزين الكرنب، تشيليه ازاي في الفريزر من غير ما يجلد ولا يحصل له اي حاجة، ويقعد مهما يقعد. انا بقعده عندي بيبقى زي الفل، مفيهوش اي حاجة. طلعه قبلها يفك، وابتدي يكون عاملة بقى الخلطة، اروح حشيها على طول. تاخدش معايا اصلا وقت يعني، ما شاء الله سهلة وبسيطة وحلوة جدا. اهو بصي بقى، كل ما الورق يطرى كده بصي ما بياخدش ثواني، بروح مطلعه واحط غيره، اطلعه واحط غيره. بس اهو المصفى عشان تنزل المية، عشان ايه اعرف اقطعه وما يكونش مليان مية برضو ويهدى. في ناس انا ما بخليهوش كتير في المية، في ناس بتطلعه على مية ساقعة، انا مش بخليه كتير، فكده كده السخونية اللي فيه بتكمل سواء. بصي بقى خلاص جميل ازاي وطري. هنا بقى هوريكي ازاي تقطعيه بطريقة سهلة وبسيطة، وتعملي مقاسات الورق واحد. مش هياخد معاكي ثواني، وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. بس يا جماعة اهو بحط الورق على الورق، العرق ده بروح قطعاه كده بالورب بس اهو. طبعا العروق دي بنخليها عشان نحطها في الحلة من تحت من فوق، مفيش اي مشكلة، بنستفاد منها تعمليها شوية مخلل يعني. خليكي نصح اهو. بصوا بقى يا جماعة، حطيت الورق على الورق اهي من فوق اهي، بالزاوية بتاعت فوق كده اللي هي ملمومة على بعض، اللي ما فيهاش فاصل، واللي بيبقى فيها فاصل بتبقى تحت اهو. واقطع بقى كده الحته زياده دي هتترمي، دي برضو ممكن تستفيدي بيها تحطيها في الحله ايه من تحت اهي. بصي الورقه هتبقى كبيره ازاي، بصي هتقطعيها بقى زي ما تقطعيها انت على حسب الورقه بتاعتك. انا بلفها ايه كده واخليها بقى اخزنها زي ما هي كده مبرومه. انت بقى عايزه تقطعيها وتكوني محضراها بالمقاس، مفيش مشكله برضو، بتحطيها على طبق ايه فويل وتظبطي دنيتك، ما فيهاش اي مشكله، سهله وبسيطه. بص بقى هنشوف ورق تاني برضو هي نفس الطريقة اهو. هنشيل العرق خلاص اهو، واجيب بقى الورقة كده الفها على الحتة اللي مقفولة عندي وابرم اهو. طريقة سهلة 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 وبسيطة، ومتاخدش معاكي ثواني.
ما بياخدش معاكي ثواني. طريقة سهلة وبسيطة وحلوة جدا. يعني بصوا مفيش اسهل من كده. مش عايزة بقى يا جماعة افكركم اللي ما اشتركش في القناة يشترك كده ويفعل الجرس، يكتب لي كومنت حلو كده يقولي نفسكم نعمل ايه مع بعض. وكل سنة وانتم طيبين. وانا منزله لكم فيديوهات كتير جدا عشان التخزين، وان شاء الله لسه في فيديوهات تاني بأمر الله الايام اللي جاية على خير. عايزاكم بس اهم حاجة تنسونيش في الشير واللايك، وتقولي لي كده في كومنت حلو ايه اللي عجبكم في الفيديوهات وايه اللي نفسكم نشوفه نعمله مع بعض. وما تنسوش الشير الشير الشير. ندخل بقى على الايه، الخلطة. شوية الزيت بتوعنا، ودول بصلتين كبار. خلاص الكمية دي يا جماعة اللي انا بعملها دي الكيلو. خلاص انت عايزة تبقي تقللي قللي. بصلتين كبار مفرومين. خلاص ربع فنجان زيت او نص على حسب انتي ما بتحبيه، بس انا بحبش الزيت كتير، ويدوبك بس شوية زيت عشان اشوح البصلاية تشويح حلوة كده. ما بحبوش مدهن يعني، بس بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة جدا جدا جدا. اهو بصوا مفيش اسهل من كده والله، مش تاخد معاكم ثواني يعني. اهو بس يدوبك اللون البصلاية كده دبل بس وخلاص. بصوا بقى يا جماعة التوابل اللي انا بحطها دي، بحط فلفل اسود، بابريكا، ملح، بحط 7 بهارات وبس. خلاص. وانا كنت مزودة بس شوية ايه، النعناع بتاعنا. لازم النعناع عشان القولون والدنيا تبقى هادية. خلاص اهو البابريكا والملح والسبع بهارات. لو عندك بقى حبهان او ورق لورا مطحون مفيش مشكلة، هو محطوط في ال7 بهارات على حسب. في ناس بتعمل ال7 بهارات بالتوابل اللي هي بتحبها. بصوا بقى يا جماعة الصلصة هي اتسبكت. اهم حاجة في المحشي كله الصلصة ما يكونش فيها مية، ده افضل طريقة للمحشي. ده سنة بس كمون كده بسيطة حطيتها في الاخر. خلاص. اهم حاجة يا جماعة ما يكونش فيها مية، لان لو فيها مية كده يبقى الخلطة بايظة جدا معانا. لازم حاجة نعدي كده ما يكونش فيها مية. بقى نبتدي بقى نحط الحاجة بتاعتنا. الخلطة دي هتحتاج حزمة كبيرة. انا جايبة حزمة بقدونس وكزبرة وشبت. خلاص وقطعتهم على حسب ما انت عايزة بقى بتاعتي. انا زودت برضو الملح شوية عشان الرز، ده كيلو رز. خلاص واحط بقى الصلصة واقلب. تاخدي الصلصة على حسب، لقيتيها محتاجة تاني كملي، مش محتاجة تاني خلاص اهو. بصوا يا جماعة سهلة وبسيطة وسريعة، مفيش احسن من كده. طريقتها حلوة جدا، مش هتكلفك، مش هتاخد وقت معاكي، وهتعجبك بأمر الله. اي بصوا انا لقيتها محتاجة صلصة، ولازم تبقى فيها صلصة كده عشان الرزاية كده يبقى ليها لون حلو جميل. الطريقة دي بقى يا جماعة لازم تعتمدوها كده بقى عشان المحاشي بتاعت رمضان بأمر الله كده بقى، والعزومات الحلوة وتجميع الأهالي. كل سنة وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب. ربنا يسعدكم ويفرحكم، اللهم آمين. خلاص انت بقى عايزة تزودي براحتك، مش عايزة تزودي دول بقى ممكن تحطيهم في كيس. على فكرة تستخدمهم اي وقت، تشيليهم في الفريزر عندك واستخدميهم اي وقت. هبتدي بقى ايه اوريكم ازاي ايه الف. خلاص اهي انا ماسكه حرف الورقه اهي طويله اهي بصوا، وبقطع. بصي بقى تحطي انت ما بتزنقيها جامد قوي الورقه وانت بتلفي، عشان الكرنب ما بتقفلش من الجنبين زي ورق العنب اهي. وادي واحده كمان، انا كنت عملت كام واحده بس للاسف برضو الكاميرا كان فيها مشكله كل شويه تفصل. بس هوريكم كام ورقه كده، وبنفس الطريقه هتعملي كل الكميه والحله كلها. طبعا انا بقى قعدت كملت بقيه الكميه كلها ورصيتها في الحله. خلاص وحطيت من تحت العروق بتاعتها. الحله بقى عايز تعملي كبيره عايز تعملي صغيره، واللي باقي تشيليه، مش هيقولك لا خالص ولا. بس سهله وبسيطه وجميله جدا جدا جدا، مش تاخد معاكي ولا هتكلفك. طريقتها سهله وبسيطه. عايزه بقى تحطيها في طاجن تحطيها في الفرن، الطريقه في كذا طريقه. انا دي كنت عاملاها في حله، انا المره الجايه هوريكم الطريقه ازاي نعملها في الفرن في طاجن حلو كده. طريقة سهلة وبسيطة. وهنعمل بقى محشي البصل، نعمل المحاشي كلها حبايب قلبي. انا كنت منزله لكم المحاشي التشكيلة المختلفة من الكرنب والكوسة
بتنجان، كل المحاشي ان شاء الله، ورق العنب، يعني هنعمل كل الحلو بأمر الله. انا بقى هروح اعمل كل الكمية كلها والحلة تكون جاهزة معايا. خلاص انا اهو بسم الله ما شاء الله كنت مخلصة الحلة بتاعتي كلها خلاص يا جماعة. بصوا بقى يا جماعة اللي انا هسقيها بيه، دي كانت شوربة عندي من البطة اللي كنا عاملينها مع بعض. دي الشوربة دي انا حطيت عليها معلقة من الصلصة اللي كنا مسبكينها. خلاص بس احنا مش محتاجين ملح ولا اي حاجة، وهي كمان المرقة كان فيها برضو حاجات بسيطة من الملح، احنا اصلا ملحنا كده حلو قوي. هسقيها للخلطة دي واحطها على النار تاخد غلوة كده، لما تبتدي تبقبق كده هوطي عليها واغطيها واسيبها. بس بتدوقي طبعا اول ورقة كده من الورقة اللي فوق، شوفيها بقى استوت. انتي بتعرفي بالنظر كده بالنسبة انتي خلاص بقى انتي تعودتي بتعرفي تمام، ما بتعرفيش بتطلعي واحدة كده في طبق وتدوقيها عادي وخلاص. بس طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، ومش هتاخد معاكي ولا تكلفك ولا اي حاجة. فاهميني ازاي؟ اهو خلاص على النار. ارجع لكم بامر الله بقى واحنا بنغرف القمر بتاعنا ده. انا زودت له الميه لان دي كانت شوربه بط فكانت دسمه جدا، فحطيت له شويه ميه سخنه عشان كانت هتبقى دسمه قوي. خلاص بس انا كنت هنا بوزع الميه بظبط الدنيا خلاص كده. بس بقى اللي بيقولك المحشي طريقته صعبة، الكرنب طريقته صعبة، هي مفيش اسهل من كده. حطيت الوزة كمان فوق الوش اهي. خلاص بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، خلص. وهنغرفه يا دلع يا دلع. بصوا بقى اهي، هطلع دي كده ندوقها عشان عايزه اوريكم بس هو كان قد ايه مستوي وجميل جدا، تحفه، ما اخدش وقت ولا اي حاجه. دوقي اول واحده ما فيهاش اي مشكله، انتي اتعودتي بقى خلاص ان انتي بتعرفي ده استوى تمام، مش محتاجه ايه تدوقي. وبكده نكون خلصنا ونغرف بقى الحاجات الحلوه بتاعتنا. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا.